السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. وفي الحلقة دي هنتكلم عن درس في الجرامر من كتاب سبيكتروم، وهو التمبوغالا نيبنسيتسا أو الجمل الزمنية. والأدوات دي بنربط بيها الأحداث زمنيا، إمتى حصل إيه والكلام ده. السر هنا أو الفرق ما بين الروابط أو الأدوات اللي الزمنية دي، ان واحدة منهم مثلا بتتكلم عن حدث وقع مرة واحدة، او تكرر ما بين الماضي او الحاضر. ودي شوية امثلة يعني ايه بتوضح الفرق ما بينهم. تمام. من كتاب سبيكتروم، صفحة 228. تمام. أول مثال بيقول: viele Deutsche sind überrascht, wenn sie etwas über die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz hören. الترجمة: تفاجأ الألمان عندما أو حين يسمعون عن حق المرأة في التصويت. وهنا معانا الأداة الأولى اللي هي فين. طيب فين هنا الوصف، هي بتوصف الحاضر او المستقبل، هي بتيجي مع الحاضر او المستقبل. تمام تمام. طيب القاعدة بتستخدم مع الأحداث المتكررة. يبقى احنا قلنا يعني الفرق ما بين الأداة دي والأدوات اللي احنا لسه هنشرحها دلوقتي. ركز، خليك فاكر ان الأداة دي اللي هي فين دي بتوصف الأحداث اللي بتتكرر سواء في الماضي أو في المستقبل، عشان في أدوات نفس المعنى اللي هو عندما أو حين، فعشان ما تتلخبطش في الاستخدام بتاعه. طيب الأداة اللي بعد كده اللي هي else، والجملة رقم 2 اللي هي دي. تمام. هنا else الجملة دي معناها ايه؟ معناها كانت بياتا منبهرة عندما او حين شاهدت الفيلم. نفس الترجمة بالظبط. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هي بتوصف حدث وقع في الماضي مرة واحدة. حدث وقع في الماضي مرة واحدة، ان بياتا كانت منبهرة لما شافت الفيلم، هو انبهرت مرة واحدة. تمام تمام. القاعدة بقى الذهبية: لو حدث الموقف مرة واحدة وانتهى في الماضي، استخدم else بس حصرا. تمام. هنستخدم else، مش هنستخدم then. تمام. قلنا then بتوصف ايه؟ حدث تكرر في الماضي. هو هنا آه، بتوصف حاجة حصلت، او يعني بتحصل في الحاضر. هو عشان نستخدم هنا ايه هيرن، ونستخدم هنا زند. ده هنا مضارع. تمام تمام. عشان كده ما ينفعش else بتستخدم في الماضي. ما ينفعش تقول لي مثلا هنا تشيل دي وتحط else مكانها، غلط. وخلي بالك برضو حاجة نسيت اقولها: ان ألس وفين الاتنين نبن ساتس. اقصد يعني ان هما بيحذفوا الفعل الاخر خالص. يعني ظه دي معناها يرى، يغن برضو في اخر الجملة معناها يسمع. تمام تمام. تالت حاجة او تالت ملحوظة: الاداة فين. تمام. آه احنا خدنا الحالة الاولى التكرار في المضارع او في الحاضر، او يعتبر المستقبل يعني. طيب الجملة التالتة معناها ايه؟ الجملة التالتة معناها كانت تحدث نقاشات حادة كلما كان الأمر يتعلق بحقوق أو بحق تصويت المرأة. تمام تمام. هنا قلنا إن ده حصل أهو جينج، حصل في الماضي، حصل في الماضي. تمام.
طيب ايه الفرق ما بينها وبين ألس؟ ان دي بتوصف حدث متكرر. اللي هو ايه الحدث المتكرر؟ ان النقاشات حادة. آه انت اول ما تسمع نقاشات حادة اكيد يعني كانت بتحصل من وقت للتاني. تمام. كلما يتعلق كلما كان الامر يتعلق بحق تصويت المرأة. تمام. استخدام التاني الفين اللي هو حدث متكرر في الماضي. تمام. حلو. يعني الفرق كده بقى ان آه الفرق ما بين فين والس ان فين بتستخدم مع حدث متكرر مش حصل مرة واحدة. طيب ايه العلامات اللي تعرفناها؟ مثلا كلمات زي مثلا افتى. مثلا كلمة افتى دي لو انت شايفها هنا كده اهي، دي بتقول لنا ان الحدث ده متكرر. بتبص على الحتة اللي فيها الزمن اللي هي افتى دي، تعرف اذا كان الحدث متكرر ولا مش متكرر. مش متكرر بتستخدم else، متكرر بتستخدم when. طيب الأداة während. الأداة während او الرابع جملة فين während اهي. تمام. الجملة دي معناها ايه؟ الجملة دي معناها يا سيدي بينما كان التصويت جاريا أدلى سياسيون بآرائهم. تمام. ده رابع جملة. طيب استخدام فيغنت ايه استخدامها بتوصف تزامن كامل لحدثين مستمرين في نفس الوقت. تزامن كامل لحدثين مستمرين في نفس الوقت. في المضارع وفي المستقبل عادي، ممكن تستخدمها في المضارع او ممكن تستخدمها في المستقبل، مفيش اي مشكلة. هي في الجملة دي هنا مستخدمة في الماضي. سوري معلش، مستخدمة في ال الماضي. بتستخدم في الماضي وبتستخدم في الحاضر عادي، ممكن استخدمها في الماضي والحاضر. هنا مستخدمة في الماضي اهو. تمام. اخر حاجتين عايز اوضحهم، زايت وزايت زايدم. تمام. دي بقى ايه اللي هي المدة الزمنية. احنا الاول اتكلمنا عن التزامن. التزامن اللي هو جلايش تايت جلايش تايت سوري جلايش تايت سيش كايت. دلوقتي هنتكلم عن الدواء. حلو. اللي هو المدة الزمنية. حلو. الجملة دي معناها ايه؟ معناها منذ أن تأسس الاتحاد السويسري عام 1909 والنساء يكافحن. تمام. سيبك من الكلام ده، مهم الفكرة الأساسية إن زايت معناها أو بتستخدم عشان تركز على نقطة البداية ونقطة النهاية، من بداية كذا لنهاية كذا. تمام. يعني بتوصف نقطة البداية. حلو حلو. القاعدة الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الآن. يعني هو بدأ في الماضي ولغاية دلوقتي، ولغاية دلوقتي ايه؟ لغاية دلوقتي مستمر. طب ايه الفرق بين زايد وزايد زم؟ مفيش اي فرق، الاتنين نفس الشيء. تمام. تمام. يبقى تاني، زايد وزايد زم بيستخدموا عشان يوصفوا حاجة حدثت في الماضي ولسه مستمرة، نقطة بداية حاجة ولسه مستمرة لغاية دلوقتي. اخر حاجة ال بس معناها حتى. تمام. اللي هي عاملة زي until في الانجليش كده. الجملة دي معناها ايه؟ الجملة رقم 6 دي معناها حتى تم ادخال حق التصويت عام 1971 ومن مر وقت طويل. تمام. تمام. الوصف نقطة النهاية.
احنا قلنا الدواء او المدة الزمنية بيستخدم لوصف نقطة البداية ونقطة النهاية. قلنا الزايد بتوصف نقطة البداية، ده بس بقى بتوصف نقطة النهاية او النهاية. تمام، بتعبر عن حدث استمر حتى لحظة معينة وتوقف عندها. تمام، يبقى عكسها تماما، هي عكس زايت تماما. يعني دي كانت بتقول بتتكلم عن حدث بدأ من نقطة معينة ولسه مستمر لغاية دلوقتي. انما بس بتستخدم عشان تتكلم عن حدث بدأ عن حدث استمر سوري حدث استمر لغاية لحظة معينة وتوقف عندها. تمام. طيب. آه الجملة اللي احنا كنا لسه مترجمينها دي، حتى تم إدخال حق التصويت عام 1971. مر وقت طويل، اهي مر وقت طويل. حتى تم إدخال حق التصويت عام 1900، مر وقت طويل. يعني قبل ما يتم إدخال حق التصويت ده كان قبليها مر وقت طويل عشان ياخدوا بس القرار ده. فهمت النقطة؟ يعني هي بتوصف اللي قبل الوقت ده، انما زايد اللي بعد الوقت ده. تمام كده، وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وشكرا.